سؤال. ديب بيقيم ديب، عارف انت مش عايز اللي هو وليد السيسي مالك ديب بيقيم ديب. صالح جمعه بيقيم اللي عمله امام عاشور. ايه تقييمك ليه؟ انا كنت موجود مع امام امبارح واتكلمنا في الموضوع. والله؟ فين؟ كهرباء مش انت قلت له يا كابتن زكي؟ استنى كنت المفروض انا اما شفت اسمك في الحلقه قلت ايه، انا عايز امسك لساني واقعد ساكت. يعني انا ما كنتش اتمنى ابقى موجود في الحلقه. لا خد التكمله بقى. ايوه يا صلاح اتفضل. ثالث اسم امام عاشور وكهرباء. ايوه كنا بنتعشى يعني فتوح. لا فبصراحه يعني اهي عشوه طيبه، عشوه طيبه. ما خليك معانا بقى. لكن بمنتهى الامانه احنا مستخسرين ان ممكن امام يخش في مرحله تبقى صعبه الفتره اللي جايه، خصوصا المنتخب عنده كاس عالم. برافو عليك. تاني حاجه هو من اللعيبه المهمه واحنا بنتكلم معاه، وقرارات ممكن يكون بياخدها احنا خدناها قبل كده بشكل عكسي اثرت علينا بشكل كبير جدا. برافو عليك يا صلاح. بالنسبه لنا احنا عايزينه يبقى موجود. مهم للنادي الاهلي والمنتخب. انت عانيت هو من ليه بعض الطموحات. انت عانيت من نفس القرارات شبه كده. يعني انت عانيت عشان كده انت لما تنقل له مختلف دلوقتي، لما تنقل له التجربه هو هيبقى مستوعب، لان انتوا الاثنين يعني انت موهوب قوي وهو موهوب، انتوا الاثنين على نفس الحته بتاعت الموهبه. بس هو ممكن يا كابتن عايز اقول لحضرتك على حاجه، ان هو عنده بعض الطموحات الشخصيه اللي بيتكلم فيها مش قدام الاعلام، ممكن ناس كتير تبقى عارفاها في النادي، ولكن هو راجل بيطمح لحاجه معينه في النادي عايزها تحصل معاه. هو شايف ان زياده ماديه، هو مظلوم. شايف ان هو انا افضل لعيب في مصر. انا بعيد كل البعد عن الناس اللي حواليا ماديا واسباب كتيره تانية يعني. حتى بره الجانب المادي هو شايف ان هو بيفضل ان المعامله تبقى معاه احسن من كده شويه. ولكن الراجل هو محتاج ان هو الناس تجيبه وتقعد معاه، وهو شايف ان هو كان بعيد عن زمايله، وان هو بيقدم مردود كويس جدا من اهم اللعيبه اللي موجوده. فده اعتقد حق مشروع. وفي نفس الوقت هو الراجل عنده عروض بمبالغ كويسه، وعايز تعاون، وعايز ان هو باصص لمستقبله. وفي الاول والاخر احنا عايزينه يبقى موجود، والنادي الاهلي عايزه موجود. صحيح. وزمايله في النادي والجمهور بيحبه. فاعتقد ان الموضوع ممكن يمشي بطريقه كويسه، ان نجيبه ونقعد معاه. والنهارده لو فاضل له 2.5 سنين ممكن النهارده يجدد 2 سنين. وفي حاجه مزعلاه، في حاجه مضايقاه، يعني في حاجه معينه مضايقاه؟ اعتقد هو الموضوع المادي هو الموضوع الفاصل في المشكله اللي بتحصل يعني. هو الموضوع المادي الفاصل.